السلام عليكم الإخوان، صافا الإخوان والأخوات، كيف حالكم؟ تحياتي لكم جميعا. ماذا يقع فيك يا أكادير، يا أكادير، يا جوهرة سوس؟ ماذا يقع؟ إلا شفتوا مواقع التواصل الاجتماعي غنية بفيديوهات لاحتجاجات المواطنين في أكادير في قرب مستشفى اللي كيتسميوه مستشفى الموت. للأسف فهو فعلا مستشفى الموت، بحكم التصريحات، بحكم الاستجوابات، بحكم لي زانترفيو ديال الناس. راه داكشي صراحة راه يثلج الصدر، داكشي خطير وخطير بزاف. هو بين قوسين، غير باش صراحة نكونوا موضوعيين، هو بين قوسين اون جينيرال الصحة تعاني في البلد الحبيب، بلدنا، بلد المغرب. الصحة تعاني صراحة بكل حيادية، بكل سميتو. حتى حنا هنا في الرباط، مشيتي لمولاي يوسف كتلقى المعاناة، مشيتي صافي المغرب هادشي اللي باقي فيه نقطة سوداء وسوداء. دونك يجب تدخل السلطات، يجب تدخل الجهات المعنية، الوزارة الموصية على القطاع خصها تتدخل وتكون شوية ديال الرقابة والحزم. بحال دابا سمعت انا واحد قال لك السكانير ما خدامش، ملي تتعطيه 20 درهم تيولي السكانير خدام. وراه هذا في حد ذاته، هذا راه شنو، هذه راه جريمه. هذه دابا راه خص ضروري يدار بحث في هذا الشيء هذا، حيت كاينين صراحه. دابا انايا هنا النقطه اللي بغيت انايا الناس يفهموا. دابا ها هو السبيطار كاين، ها السكانير خدام، شكون اللي ما تيبغيش يشتغل مع الناس؟ هما الناس. يا الطبيب ما بغاش يشتغل مع الناس، كيدير معاهم الخواض وكيدير معاهم. فالملي ما بغاش يشتغل مع الناس كيدير معاهم الخواض. ايوا شنو دابا غادي يدير؟ يلا دابا نفرض هذا وزير الصحه، يلا شنو خصو يدير؟ ها وزير الصحه يلا هو جا، شنو غيدير؟ غيحيد هذاك، غادي يدير لا ميزابيل هذاك الفرملي ولا هذاك الطبيب، ولكن غتجيب فرملي طبيب اخر. ولنغير ما بنفوسنا يا الناس. واللي شاد شي بوست الله يرحم الوالدين يخدم بشفافيه، يخدم بمصداقيه ويتقى الله. اي واحد شاد شي بوست يتقى الله فيه، والمعلم يتقى الله في دوك التلاميذ يقريهم. الا كانت اسيدي شي حاجه في الوزاره ما عجباكش، ما حاملش، ودير كتب مع راساتك ودير انت. ولكن دوك الوليدات قريهم، ما تكذبش عليهم. والطب حتى نتوما يا خدام سكانير، اجا خويا دوز، ما خدام سكانير خويا طلعوا قولوها للمدير ديال المستشفى، مدير المستشفى يوصل للوزير يجيب لنا سكانير انا نخدم معاكم. ها هو راه ما خدامش، ماشي سكانير ما خدامش، سكانير كاين وما تخدموش. دوك الاخطاء الطبيه، التهاون في العمل مع المرضى. بحال واحد مسكين جا يدو كانت خامجه ليه كامله، قالوا لي لا ما خصك دير عمليه اليوم، ماشي